نداء لأم الشهداء. يا بنت عمرو بن شريد، خنساء ده اسمك ولا رسمك؟ يلا عزمك نبع دايم للشهيد يا تماضر، يلا خوضي في الزحام وتعالي تاني برضو لينا وعلمي، مد ايدك بالأصالة وسلمي، رضعينا من حنين النبل ده معنى الفداء، زودينا بحبك انت اللي انت بيه متزودة، علمينا ازاي يكون الحب قيمة والتزام، ولا انت رأيك غير كده وانه ما عادش فيه العلام؟ ده الهم راقد على القلوب رقدة جبل، لا لينا حيلة ندق بابها ولا حتى نعرف اي سكة للخلاص، اما الضمير داير قتيل جوه العروق، والعجز قاتل كل نبضة للشروق، والصح ضاعت همته فوق الشفايف، والحرف خاصم كلمته ولا عادش شايف، ولا عادش لينا اي معنى في السطور، ولا عادش فينا اي قيمة للسطور. يا تماضر عصرنا مفلوس زمامه، وايه بايدنا يربط بحبل العصور، ما هجرنا سيف ابن الوليد لما رسمنا الخوف شواهد ميتة فوق القبور، لا راضية تنفض انتمائها للعدم ولا قادرة تغضب مرة واحدة أو تثور. من فينا يقدر يتولد لو مرة واحدة من جديد، أو حتى يقدر ينسلخ من سجن جلاده الضياع؟ هو ده بس الوحيد اللي لازم يا تماضر تولديه وترضعيه وتعلميه ازاي يكون فارس عنيد، من قبل ما يلهو بموجة ترفعه، يغرق منيل أبر تاني يلمنا، وترفض الأرض اللي منا تضمنا، وأملنا يصرخ في الحناجر سيف الخلاص يا أم ضايع مننا، وألمنا يهتف في الحناجر تعالي تعالي مرة، تعالي 1000 مرة، ولا تزهقيش من ندهنا، واشعلي فينا الحريق، يمكن تلاقي حد منا لسه باقي على الطريق. جايز يا أمي، جايز تلاقي حد منا لسه باقي على الطريق.